اذا باش يحشوم عليك تحفه تغرق السيد بعامين ونص ديال الحبس. دابا واش ترتاح نفسانيا؟ واش هادي ضميرك يريحك انك صيفتي ابو رضا بعامين ونص؟ ضميرك هادي يريحك؟ شوف لا الباشا حمو شارب دمو مولي شناوة كوار ذبيحة بنهار على سلمني كبيرة وبقى صغيرة. ناري غنيت على الباشا حمو وغيتقلق عليا مولاي وشعيب. الله يرضي عليك ما تقلقش انا نغلي عليك حتى حيت هو اللي كتوقف عليا. الباشا حمو كياكل لحمو، شي باشا حمو كان بعقلو. لا الباشا حمو شارب دمو مولي شناوة كوار ذبيحة بنهار على سلمني كبيرة وبقى صغيرة. ناري غنيت على الباشا حمو وغيتقلق عليا مولاي وشعيب. الله يرضي عليك ما تقلقش انا نغلي عليك حتى حيت هو واحد اخر. وهنيئا مدينة أزرو بالأستاذة كلثوم. مديئا بمدينة أزرو بواحد المرأة ما نقول لكمش كيفاش دايره هذيك المرأة، بالطيبوبة وبالأخلاق وبالكرم والمعقول. تحية القضاء المغربي. شو راه تيجيان هذه اللي مشات بلاص السيد الوكيل الملك المحترم ديال أزرو، كانت وكيلة في قضاء الأسرة، وكانت كذلك محكمة تجارية، وثم نائبة وكيل العام مدينة. باش شوف غير باش تكون النائب واحترمته لأنه كاين في واحد المكان مقدس. وكيلة في قضاء الأسرة، وكانت كذلك محكمة تجارية، وثم نائبة وكيل العام مدينة. باش شوف غير باش تكون نائب وكيل العام في مكناس تحت سيد وكيل العام اللي عنده خبرة كبيرة. هذاك سيد وكيل العام سميتها الدبانة ما تتزنزلش. علاش انا قلت لكم محكمة سينا في مكناس من احسن محاكم. الان تعيينات استاذة كلثوم وكيلة الملك المحترمة، وتستاهل والله تستاهل هذاك المنصب. وتعجبني نشوف المرأة مسؤولة قضائية، والتحية لجميع النساء في العالم. قلت لكم اخوتي العزاز باش انه باش نشوفوا قضاة يتسبوا وقضاة يتعايروا حشومه. اذا انا عرفويه ماشي حشومه عليك تعطي اسماء قضاة ديال التحفه باش يضرب فيهم. اليس عيبا خوتي العزاز؟ عطيونا لي لايك ديالكم. ماشي حشومه عليك. اذا هنا ولات مدينه أزرو مستهدفة من محمد تحفة. سي محمد تحفة بغيت نسولك، حافظ بن عيسي عرفتو غادي يزمتك. حافظ بن عيسي عرفتو غادي يزمتك، قال لك جوج كلمات. هذيك اللغة ديال التهديد ديالك تحفة يا ولد القا يا ولد البا يا ولد دا ما ديرهاش معنا. حنا ولاد حنا مواتنا عيالات حرات ولدين الرجال. وراك عرفتي الزروالي راجل، عارفه ولا ما عارفاش؟ عرفتيها؟ وراك تتقولها في الخاص تقول له عفريت وما تيحنيش الراس. راه ما تيحنيش الراس. تقدر تشوفني بعد المرات تهضر مع شي ناس تقول لي ويلي واش هذا هو الزروالي. تقدر انا تنسخر بعد المرات الناس نسخر لهم، ولكن خدم الرجال سيدهم. انا تنسخر على الرجال. شي متى نشوف واحد راجل وشنطيل وكذا تنحني له الراس، لانه الرجوله ديالك والشجاعه ديالك عمرك ما تفرضها على واحد انسان اللي راجل، انسان اللي محترم، انسان اللي تيخاف الله. الرجوله ديالك والشجاعه ديرها على الفاسدين.
اما الناس الطيبين والناس المخلصين لله والوطن احترمهم وقدرهم وبالسيف عليك، لانه ديك الراجل عنده واحد المنصب كبير. علاش؟ لانه تيخاف الله هو الاول، واللي تيخاف الله خصك تخاف منه، لانه تيكون حبيب الله. انا كنت نوض نصلي قيام الليل وتنهز كفوفي الله مرحبا بميطو، وتنقول حسبي الله ولا علم الوكيل كل من ظلمني. انا وامي تنوض وتنصلي والضم طفي وتنقول يا ربي شد لي حقي، وربي مازال غادي يشوف، مازال ما شد لي حقي. هذه البدايه، مازال تشوفوا، مازال تشوف كل واحد ظالمني غادي ينتقم منه الله سبحانه وتعالى. ومشكور سيدنا ومشكور الاسره العلويه، انقولها شكرا الاسره العلويه، ومشكور المسؤولين الشرفاء اللي وراء سيدنا رجال. الخوت منين تشوف محمد تحفه تيقول الوكيل الملك دازرو النواب ديالو تتمشي تفسدو في دار ميطو، واش يبقى فيك الحال ولا ما يبقاش فيك الحال؟ وتطلع سعاد اقديم تتقول له الاستاذ. وحتى شي واحد ما يقدر عليه. واحد اللي خرج لك هو حافظ بن عيسي اللي ترفع له القبعه. شنو قال لك حافظ بن عيسي؟ قال لك انت تتهضر باسم الهمه، تتجبد اسم السي فؤاد الهمه اللي تنوصلوا له هذه الرساله، انك تبقى تجلس تقول لهم انا مع السي فؤاد الهمه، وتتقول انه السيد وزير العدل المحترم، ماشي انا اللي قالها حافظ بن عيسي اللي تنحترم السي وهبي، انه قلتي له بانه هو اللي تيحرشك باش تضرب في المهداوي. وهذا كلام خطير، هذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. شنو غادي دير؟ شنو غادي دير؟ غادي تطيح كواريك ليماك، وغادي يشدك حافظ بن عيسي وغادي يطيح ليماك كواريك، وغادي تطيح كواريك، وغادي تقول لهم خوتي العزاز راه استاذ زهراش تحياتي ليه. انا استاذ زهراش ملي مشى للحج عمره ما يعاود يتجبد في قانتي. حج مبروك. حيت انا علاش ما تنجبدش الزهراج؟ لانني احترمت المناسك ديالو، واحترمته لانه كاين في اجمل بقعه، واحترمته لانه كاين في واحد المكان مقدس. شوفوا الزروليك عنده خلاف مع الزهراج، وشوف شنو تيقول في الزهراج. ما نقدرش نسبو ولا نعايرو، هو كاين في اجمل بقعه. والله ما تتحسر في شي واحد، انا هكا صريح. برافو يوسف، حقيقه. كيفاش واحد كاين في اجمل بقعه وانت لا؟ نقولوا حج مبروك والله يجعلها مغفره الذنوب. والله شوف استاذ زهراج، نتمنى هذه الرساله ديالي توصلك. علاش مشيتي للحج عاد هما تفضحوا بعضياتهم؟ رساله وصلها لك الله من اجمل بقعه، رساله وصلها لك، هذه رساله الاستاذ زهراج. ها هما ولاو تيتفاضحوا بعضياتهم وانت فين؟ في مكه. هو ربي يبين لك البرهان في هذيك البقعه، وما ادراك بهذيك البقعه. عرفتي شنو هي مكه؟ عرفتي باش يفضلك الله على الملايين وتمشي تحج. اذا اي واحد تيمشي يحج وتمشي لك مقام الا تيكون حبيب الله او الله حبه بغاه عيط له، حيت هذيك البلاصه ما تمشيلاش، هو تيعيط لك تيقول لك اجي عندي. نحن في ضيوف الله، الله حكيم اكيد.